أمنية حجازي قلعت النقاب. شفتوا بقى إنها منافقة؟ الستات والبنات اللي كانوا ماشيين وراها وعمالين يدعوا لها وماشيين ورا كلامها. شفتوا؟ فين الحياء؟ فين الإيمان؟ فين الإسلام؟ قلعت النقاب، وبكرة هتقلع الحجاب وهتقلع خالص وتبقى قطات بقى وحبشتكنات عشان الترند. هي قلعاه أصلا عشان الترند، ولبسته عشان الترند. الترند أهم حاجة، المشاهدات. آه بقت الحجاب والنقاب بقى لعبة نلعب بيها بقى، نقلعها ونلبسها مع زي ما احنا ايه عشان خاطر الريتش يعلى. شفتوا اللي كنتوا واخدينها قدوة؟ شفتوا اللي كنتوا ماشيين وراها؟ الكلام اللي انا لسه قايلاه ده مش كلام، ده كلام محاكم التفتيش اللي منصوبة على السوشيال ميديا. بقالهم كام يوم نازلين جلد في البنت، يعني اللي هو نهش في اعراض وتقطيع ايه، كله بوستات. بلوجر أمنية حجازي قلعت النقاب. كل نصب نفسه وقاضي وجلاد، الكل ماسك سكاكينه، يلا نازل تقطيع، يلا هنطلع على لحمها. نسينا أهم قاعدة شرعية وإنسانية في الدنيا دي: الإيمان يزيد وينقص، وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الإيمان يزيد وينقص. تعالوا نقعد كده مع بعض نفهم ايه اللي بيحصل ورا الشاشات دي. احنا بنشوف شخصية عامة او بلوجر في فيديو مدته دقيقة او دقيقتين، 10 دقايق، تلت ساعة، قعدت معاكوا ساعة، ده يعني يوم ما تكون عندها خلق وطاقة. فاكرين حياتها كلها هما الكام دقيقة اللي انتوا قاعدين بتتفرجوا علينا فيها. أمنية حجازي أو غيرها من صناع المحتوى اللي بيبدأوا في المجال الديني أو الملتزم بيتحطوا تحت ضغط مرعب مرعب. انت بقى داخلة كده بحسن نية، عاوزة تقدمي حاجة صح تفيدي البنات، فجأة بتلاقي نفسك جوه دوامة اسمها الأضواء والشهرة واللايكات والكومنتات. الدوامة دي بتتحول لإدمان. السيستم بتاع السوشيال ميديا ما بيرحمش. لو غبت يوم المتابعين بيقلوا، وأنا جربت ده. فاكرين الفترة اللي أنا تعبت فيها وقعدت في المستشفى كام يوم؟ قناة وقعت، مشاهدات وقعت، أرباحي ما بتنزلش بقالها شهرين عشان المشاهدات وقعت، لايكات قلت، مشاهدات. عايزة أقول لكم إن أنا هنزل لكم سكرين شوت للقناة، إن الإشعارات بتوصل بالكتير قوي ل37 شخص من 9000 اللي بيوصلهم إشعار إن أنا نزلت فيديو 37 شخص. فلو غبت يوم ريتشك وقع. القناة بتاعتك او المنصة اللي انت طالع عليه ايا كان بقى، ودلوقتي بقى كله طالع على كل المنصات، غبت يوم وقعت على طول. لو غيرت بس في طريقتك الريتش بيقع. يعني هتلاقوا في فيديوهات عندي جايبة 10,000 مشاهدة، وفيديوهات جايبة 300 مشاهدة على نفس القناة. الضغط ده بيخلي الإنسان ساعات بياخد قرارات مصيرية في حياته
أو في عباداته وأسرار بيته كمان في أوقات كتير، عشان بس يفضل موجود في الصورة، عشان الناس ما تنساهوش. هنا بقى بيجي الفخ، لما العبادة تتحول في نظر صانع المحتوى أو في نظر الناس اللي علامة تجارية أو براند أو محتوى الريتش، أول ما الإيمان ينقص شوية تحت الضغط، القرار بيكون صدمة للكل. أمنية أثرت؟ أثرت. وقعت في لحظة ضعف؟ وقعت في لحظة ضعف. فتنت؟ وده أمر بشري عادي جدا. أمنية مش بجناحات، أمنية إنسان عادي. على فكرة أنا بختلف مع أمنية كتير، ويمكن أنا في فترة من فترات أعرف أمنية فيها واختلفنا وعملت لي بلوك عشان اختلفنا مع بعض في رأي. بس هل بقى ده يديني الحق إن أنا أطلع أقطع فيها؟ أنا كلمت أمنية على الخاص، ومش دلوقتي خالص، ده قبل حتى ما تتجوز. يعني الكلام ده كان قبل ما أمنية تتجوز، في بداية التزامها كمان. هل ده يديني الحق ان انا اخش اقطع فيها عشان خاطر انا كنت مختلفة معاها في يوم من الايام؟ مين اداكوا الحق ده؟ الكارثة الحقيقية مش في أمنية، الكارثة الحقيقية في القضاة المنصبين نفسهم على السوشيال ميديا، اللي عايشين على النت، على الشاشات ومن ورا الشاشات. الناس قاعدة في بيوتها ورا الشاشات كده مستنية أي حد يقع عشان تسن السكين أو يلا خش أذبح بقى، يلا يلا نخش نقول كلمتين ملهمش أي لازمة، يلا نوجع الناس، يلا ونتنطط ونبين إن إحنا أحسن من أي حد. إحنا أحسن من أي حد. تعالوا نسأل نفسنا سؤال صريح كده، هو إحنا ضامنين نفسنا؟ هو اللي كتب كومنت أو عمل فيديو بيخون في البنت أو كتب بوست طويل عريض ويقول عليها منافقة ويشتم فيها وفي عرضها وفي بيتها وفي أهلها، ضامن إنه بكرة مش هيتفتن في دينه؟ ضامن إنه بكرة مش هيعمل ذنب أكبر؟ سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، علمنا إن القلوب متقلبة، وأكتر دعاء كان بيدعيه دايما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما نشوف حد بيمر بلحظة ضعف أو انتكاسة، المفروض الفطرة السليمة والدين بيقولوا لنا إيه؟ بيقولوا لنا ادعوا ليها، ادعيها، ادعي لها، ادعي لها بالهداية والرد الجميل، ومش لازم في وشها، يعني ادعي لها في سرك، مش لازم نوجع الناس. هو انتوا تفتكروا ان هي مش عارفة انها يعني مقصرة، او ان هي بعد ما خدت خطوة انتكست لورا شوية؟ هي عارفة. ادعوا لها بالهداية والرد الجميل، وندعي لنفسنا بالثبات، عشان محدش ضامن نفسه. لكن الشماتة والتجريح والجلد اللي شغال ده ملوش علاقة بالدين خالص. انت كده ملتزم يعني متدين؟ لا، انت مالكش دعوة بالتدين خالص. لا ده ليه علاقة بالدين ولا ليه علاقة بالأمر بالمعروف. أمر بالمعروف ده اسمه حب شهرة وحب النفس ورؤية الآخرين أقل منه ساقطين عشان نحس إن أنا أفضل منهم، إحنا أحسن. الموضوع ما وقفش على البلوجر بس،
يعني ما وقفش عند الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا بس، احنا بقينا بنشوف ده في بيوتنا وفي حياتنا اليومية، يعني اللي هو تلاقي الأخت وأختها أو قرايب مستنيين بس البعض على الغلطة، عشان لو واحدة مرت بظروف صعبة أو خدت قرار غلط في وقت أو حصلت مشاكل في بيتها، بدل ما القرايب يستروا ويحتووا، لا بنلاقيهم أول ناس يشيلوا مفاتيح المحبة ويقفلوا الأبواب ويطلعوا فضايح على العلن. أنا شُفت ناس يعني هم مش مشهورين أصلًا ولا ليهم علاقة بالسوشيال ميديا، بيشتهروا أول حاجة يطلعوا بيها كده زي الفضايح، يعني فيديو فضيحة، بوست فضيحة وطلعنا ترند يالّا هوبا، نقطّع في بعض. بقينا نشوف الخلافات آآ بتتدار بالعِند والشماتة، يعني نعند قصاد بعض ونقعد نشمت في بعض بقى. طبعًا الناس اللي مختلفة مع أمنية حجازي زمانهم قاعدين مقطّعين فيها. مش كلّهم إلا من رحم ربي، يعني أنا واحدة من الناس كنت مختلفة مع أمنية، ولكن أنا مش هاطلع لا أجرّح في أمنية ولا هاطلع أشمت فيها، لإن أنا واحدة من الناس أنا نَفْسي انتكست في فترة من الفترات. أنا أول ما طلعت على السوشيال ميديا أنتم شُفتوني من غير حجاب، على فكرة أنا كنت محجبة وانتكست وقلعت الحجاب، وكنت باقولها إن الحجاب مش مقياس للدين ولا للإيمان، الطرحة اللي أنا حاطاها دي مش مقياس لديني ولا إيماني. ياما ناس كتير أوي حاطة طُرَح على دماغها وهُم بعيد عن الإسلام، أنا كنت باقول الكلام ده. دلوقتي اتحجبت على فكرة أنتم هتتفاجئوا أصلًا في ناس ما تعرفش ما خدتش بالها إن أنا اتحجبت من بدري، يعني ما في ناس فاكرة إن أنا باطلع بالطرحة زي أول ظهوري في السوشيال ميديا قُلت إن أنا هاطلع بالإسدال لأ أنا اتحجبت، مع إنه ممكن يأثّر عليَّ في شغلي بس أنا اتحجبت، بقى لي دلوقتي داخلة في شهر ونُص تقريبًا. من أول أزمة تعبي ودخولي المستشفى، لإني حسيت إن أنا محتاجة أتأدب مع ربنا، أنا ما قُلتش ده، يعني اللي بيسألني اتحجبتِ؟ آه اتحجبت، لكن ما طلعتش قُلت ده في فيديو يعني، اللي بيسألني في الكومنتات اتحجبتِ؟ آه اتحجبت، ندعو الله الثبات. ليه؟ كنوع من الأدب مني مع ربنا سبحانه وتعالى، لإن أنا كنت باموت، أنا فترة تعبي في المستشفى أنا خدت كام دورة ورا بعض يهدّوا جبل، فأنا كنوع من الأدب مني مع ربنا سبحانه وتعالى اتحجبت. ممكن أنتكس وأقلعه؟ الله أعلم، أنا مش ضامنة نفسي، فأنتم ما تعملوش فيها ضامنين نفسيكم، ما تعملوش فيها إن أنتم جامدين أنا لا يمكن أقلع الحجاب، لا يمكن أعمل الغلط، ما تعمليش فيها بس يعني جامدة، اسألي الله الثبات، الثبات. القرارات دي المصيرية والضعف البشري مش محتاجين غير الدعاء، مش الفضايح ومش التقطيع ومش الشماتة ومش الجلد. الخلاصة يا جماعة أمنية حجازي غلطت في حق نفسها وفي حق التزامها هي، ما إحنا بقى ملناش دعوة، هي غلطت في حق نفسها في التزامها هي، إحنا ملناش دعوة، ربنا هو اللي بيحاسب عباده مش إحنا، إحنا مش هنحاسب حد، معناش مفاتيح جنة ونار. ادعوا لها إن ربنا يردها ردا جميلا، وادعوا لنفسكم بالثبات، لأن الفتن محاصراكوا في كل حتة، البيوت محتاجة ستر مش تعرية. ف
بدل ما نعمل فيها قضاة على الناس وجلادين على الناس، نبُص في المراية لنفسنا. روح بُص في مرايتك، روحي بُصي في مرايتِك، بُصي في ورقتِك ونصلّح قلبنا الأول. عشان أنت مش ضامن الثانية الجاية هتكون إيه. وافتكروا دايمًا من عاير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. ودي شُفتها قسمًا بالله، والله العظيم 3 شُفتها بعيني. ما في حد عاير حد بحاجة إلا عملها، عملها، وقع فيها. فبدل ما تعاير، خُد لفة كده على حياتك وعلى قلبك وعلى نَفْسك، ما لكش دعوة بالناس. رب الناس هيحاسب الناس، مش أنت اللي هتحاسبهم. لو وصلتوا لهنا حابة أسمع رأيكم بكل عقل واحترام في التعليقات. هل شايفين إن الناس ليها حق تهاجم وبالشدة دي لمجرد إنها شخصية عامة ومعروفة، والّا الضعف البشري والقلوب ليها حُرمة لازم نراعيها؟ أشوفكم على كُلّ خير. ولحد هنا خلص الفيديو، بس ما خلصتش الرحلة. بُكرة رحلة جديدة إن شاء الله. آآ ما تنسوش لو عجبتكم القناة وعجبتكم الحلقة، اشتراك ولايكات وكومنتات وشير. آمم ربنا يثبّتنا ويهدينا ويردنا ليه رَدًا جميل يا رب. أشوفكم على خير. السلام عليكم.